الحمد لله. استكمالا لما سبق من ذكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة في لزوم الجماعة وعدم الخروج عن السمع والطاعة للإمام وعدم الخروج عليه، من فروع هذه المسائل، من هذه المسائل المتعلقة بهذا الأصل شبهة يذكرها منتشرة انتشار كبير جدا في هذا العصر، وأنهم لا يرون العمل بهذه الأحاديث الموجبة للسمع والطاعة ولزوم جماعة وعدم نقض البيعة بدعوى أن هؤلاء الحكام والولاة ولاة المسلمين أنهم مرتدون كفار، فلا تنطبق عليهم أحاديث السمع والطاعة لأنهم مرتدون. وأعظم ما يحتاجون به على كفر هؤلاء الولاة هو أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وقد يحتاجون أيضا بأمور أخرى يكفرونهم بها، وهي موالاة أعداء الله عز وجل وموالاة الكفار. أما المسألة الأولى اللي هي أعظم ما يحتاج به هؤلاء على كفر ولاة الأمر، فهي أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. وهذه الدعوة هي قديمة حديثة، منذ أول ما خرج الخوارج في عهد الصحابة فكانت هذه دعواهم، هو الخروج على ولاة الأمر بسبب أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، كما رفعوا شعار إن الحكم إلا لله، ويقولون أن هؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله. يقول علي بن أبي طالب هذه دعوة كلمة حق أريد بها باطل. سبب ذلك سبب فهمهم السقيم لهذا الأمر، وهو تكفير ولاة الأمر بالحكم بغير ما أنزل الله، بسبب أنهم استقلوا بفهم الآيات، فهموا القرآن بمعزل عن فهم الصحابة، فضلوا وأضلوا غيرهم. ذلك أنهم يحملون قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يحملونها على المسلمين. قال عبد الله بن عمر أو غيره أن هؤلاء الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، وهم يفهمون هذه الآيات على خلاف ما فهم به الصحابة هذه الآيات. فيحسن بنا أن نتعرف على هذه الآيات والفهم الصحيح وتفسير الصحابة لها، حتى نعرف حقيقة الفهم الصحيح لكلام الله عز وجل. أولا أن هؤلاء الخوارج قديما وحديثا كانت بدعتهم في تحريف كلام الله وفي تأويل كلام الله على غير تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلت على تنزيل القرآن وسيقاتل أحدكم على تأويله. قالوا من يا رسول الله؟ كلهم يتشوف لذلك. قال خاصف النعل، وكان علي بن أبي طالب يخصف نعله في المسجد، يعني أن علي بن أبي طالب سوف يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم على تنزيله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين على تنزيله، يعني هم يجحدون تنزيله، وأما علي بن أبي طالب سوف يقاتل قوما على تأويله، يؤولونه على غير تأويله، يعني يفسرونه على غير تفسيره. وهذا ما حدث، فقد قاتلهم علي بن أبي طالب، قاتل الخوارج حتى قتلهم عن بكرة أبيهم، وما بقي منهم إلا 9 فروا فنشروا مذهبهم وإلى يوم القيامة. وقاتلهم علي بن أبي طالب على تأويل القرآن، فإنهم يحملون هذه الآيات على غير معناها الصحيح. فمن المستحسن بنا أن نأتي إلى هذه الآيات الواردة في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، لنرى فيما نزلت وما معناها وما قيل فيها وما قال الصحابة في معانيها، حتى نعرف الحق إن شاء الله من الباطل، ويتبين بطلان ما عليه هؤلاء الخوارج قديما وحديثا. هذه الآيات يقول الله عز وجل:
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلا يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات كما يقول المفسرون ويقول الصحابة فقد ثبتت في الأسانيد الصحيحة أنها وردت سبب ورودها في اليهود وبعضها في النصارى أو كلها في اليهود. ذلك أن اليهود كان قد زنى منهم رجل وامرأة زنى منهم رجل وامرأة فقالوا نأتي إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إلى محمد فيحتكمون إليه وكان عندهم في التوراة الرجم ثم هم حرفوا التوراة حرفوها بالمعنى ولم يحرفوا ألفاظها فجعلوا عقوبة الزنا الجلد والتحميم والتجبية يجعلون الزاني والزانية يركبونهم على الدابة مختلفين قفا هذا إلى قفا هذا ويطوفون تشهيرا بهما فقالوا نتحاكم إلى محمد فإن حكم بما أردناه من الجلد يكون عذر لنا عند الله فإن لم يحكم إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هكذا كان. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ودعوه ليحكم بينهم في رواية أنه دعا بالتوراة ثم استحلفهم قال أريد رجلان أعلم رجلين منكم أخرجوا للنبي رجلان فقال استحلفهم استحلافا شديدا قال أسألكم بالذي أنزل التوراة على موسى وأنجى موسى وأسألكم بالذي أنجى موسى وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل هل تجدون قال أول شيء سألهم ماذا تجدون في التوراة ماذا تجدون في حكم الزاني قالوا نجد أنه يجلد ويحمم وجهه ثم يطاف على الدابة قال أسألكم بالذي أنزل التوراة على موسى وأنجى موسى من فرعون وأسألكم بالذي أنزل المن والسلوى على بني إسرائيل هل تجدون هذا في التوراة فلما استحلفهم ونشدهم بهذا الحلف والقسم العظيم خافوا فقالوا لا أما أنك نشدتنا بهذا فلا فإنما نجده أنه الرجم وفي رواية أنه أمر بالتوراة
فقال اقرأوا من التوراة، فوضع الرجل منهم يده على الآية فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله مره فليرفع يده ويقرأ ما تحت يده، فقرأ آية الرجم. إذن فعندهم آية الرجم ولكنهم حرفوا معناها ولم يحرفوا لفظها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملكم على ذلك؟ قالوا كان إذا زنى فينا الشريف تركناه، وإذا زنى فينا الوضيع أقمنا عليه الحد. وفي رواية أنه قد زنى أحد أقرباء ملك من ملوكهم فتركوه، فلما زنى على إثره رجل آخر أرادوا أن يقيموا عليه الرجم، حد الرجم، فأبوا قومه، قالوا إن كنتم ترجمون صاحبنا فارجموا صاحب الملك. فقالوا فلنجتمع على أمر يكون نقيمه على الشريف والوضيع، فاصطلحوا على أن يكون الرجم عقوبة الزاني الجلد والتحميل. هذه القصة هي سبب ورود هذه الآيات، وهي نزلت في اليهود. ولذلك قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهم من التابعين إنها نزلت في اليهود. وقال بعض المفسرين هي نزلت في عموم الناس، يعني فهي في أهل الكتاب وهي أيضا في المسلمين، لأن حكم المسلمين حكم أهل الكتاب إذا فعلوا على وجه ما فعل اليهود. أما هي في حق المسلمين فهي كفر عملي، في حق المسلمين هي كفر عملي. قال ابن عباس هي به كفر وليس الكفر الذي تذهبون إليه، وليس هو كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، يعني كفر أصغر وشرك وفسق أصغر وظلم أصغر. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه إنه كفر لا ينقل عن الملة، هكذا فسرها عبد الله بن عباس وعطاء وغيرهم من السابقين. فمن قال من المفسرين أن من لم يحكم بما أنزل الله تشمل المسلمين، فهي تشملهم على وجه الكفر الأصغر، الكفر غير الذي لا ينقل عن الملة. ولذلك قال ابن عباس من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا ذلك كفر وخرج من الملة، ومن حكم معتقدا حكم الله عز وجل فهو كفر دون كفر. فقد فصل ابن عباس رضي الله عنه في هذه الرواية الحكم، فمن حكم مستحلا فهو كفر مخرج من الملة، ومن حكم غير مستحل فهو كفر أصغر وشرك أصغر وفسق أصغر. ولذلك لما رجح الطبري رحمه الله التفسير في هذه الآية قال هذه الآيات هي في اليهود والنصارى، فإن سياقها من أولها إلى آخرها في اليهود والنصارى. فإن قيل فلما ما يدخل فيها المسلم؟ قال لأن المسلم لا يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا، فمن حكم من المسلمين على الوجه الذي حكم به اليهود يعني مستحلين ذلك. وما معنى الاستحلال؟ يعني يكون مرتدا. والاستحلال أن يعتقد إباحة ما حرم الله ويعتقد تحريم ما أباح الله عز وجل، فتحريم ما أباح الله جحود، واستحلال ما حرم الله إباحة ما حرم الله استحلال. فمن بدل دين الله عز وجل يكون كافرا مرتدا. أما من اعتقد الحلال حلالا والحرام حراما فهو كفر دون كفر وإن خالف في العمل. هذا تفسير الصحابة، وهو إجماع السلف على ذلك، حتى أن يروى أن المأمون أتي برجل من الخوارج قال ما تنقم علينا؟ قال هذه الآية قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال وما أدراك أنها من كلام الله؟ قال إجماع المسلمين إنها من التنزيل. قال إذا رضيت بإجماع المسلمين على أنها من التنزيل
فرض بإجماع المسلمين على تأويلها، كما رضيت بإجماع المسلمين على تنزيلها فرض بإجماع المسلمين على تأويلها. فإن المسلمون مجمعون على أنها في حق المسلم كفر دون كفر، وفي حق الكافر الذي يبدل الدين فهي كفر مخرج من الملة. ولذلك يقول ابن تيمية في شأن الحكم بغير ما أنزل الله أن هذا في المستحل على أحد القولين في تفسير قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فعلى أحد القولين أنه يكون كفرا إذا كان مستحلا، وإلا فهي كفر دون كفر على القول الثاني. ولذلك كما يقول ابن تيمية الدين في شريعة منزلة وشريعة مؤولة وشريعة مبدلة. أما الشريعة المبدلة فهي الكفر، فهي تكذيب الله عز وجل والرسول والظلم. فالتكذيب هو الاستحلال والجحود، أن يكذب ما حكم الله عز وجل ويبيح ما حرم الله ويوجب ما أو يحرم ما أحل الله، فهذا هو التبديل وهذا هو الاستحلال. يقول ابن تيمية رحمه الله أن كثير ممن دخلوا في الإسلام من أهل البوادي وغيرهم إنما يحكمون بأوامر المطاعين فيهم وعاداتهم وسواليف البادية، فإن هؤلاء إذا علموا أنه يجب الحكم بما أنزل الله فلم يفعلوا ذلك، فلم يحكموا شرع الله عز وجل، بل استحلوا ذلك فلم يحكموا. إذا علموا أولا، وهذا شرط الأول أنهم علموا، ثانيا فلم يحكموا بشرع الله بل استحلوا، وقد نص على الاستحلال، بل استحلوا أن يحكموا بغير شرع الله عز وجل، فهؤلاء كفار يعني مرتدين. وإلا يعني إن لم تتوفر هذه الشروط الاستحلال والعلم فإنهم يكونون كجهال المسلمين. فالحكم بغير ما أنزل الله على وجهين: إما أن يكون مستحل مبدل لدين الله فهذا كافر خارج من الملة، وإلا إذا كان يعتقد الحلال حلالا والحرام حراما فهذا مسلم كغيره من سائر العصاة والفجار. وأكتفي بهذا، إن شاء الله نستكمل البحث في درس قادم إن شاء الله. الاستحلال اللي يكون بالمداومة على الفعل يكون استحلال. لا طبعا المداومة لا تدل على الاستحلال، ومن قال بهذا؟ اي طبعا في كثير يعني طبعا. المداومة على الكبيرة عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله.